السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت لكم في هذا الفيديو التحفيزي، نتمنى ان شاء الله غادي يعجبكم. غادي نهضروا شويه على التاريخ الاسلامي في الاندلس اللي كانوا وقعوا فيه بزاف ديال الحوادث السلبيه وايضا بعض النقاط الايجابيه. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على النقاط الايجابيه فقط، حيث وقعت فيه واحد الحادثة صغيرة وخلات واحد الأثر كبير في ذاك الوقت، وباقيين لحد الآن كناخذوا منه عبرة. كان واحد الشاب سميتو محمد بن أبي عامر كيسكن في واحد الغار مع زوج ديال صحابو، كانوا في السن العشرين، وكان في راس مالهم 3 ديال الحمير، كل واحد بالحمار ديالو. حتى جا واحد الوقت اللي كانوا جالسين مع بعضياتهم في داك الغار اللي ساكنين فيه، بقاو كيضحكوا هكا وكينشطوا، راكم عارفين داكشي ديال الدراري. حتى قال لهم محمد بن ابي عامر: اش بان لكم دابا الا وليت خليفه؟ والخليفه في داك الوقت بحال نقولوا دابا ملك، يعني هو اللي كيحكم على الدولة. يعني السيد عنده حمار وكيقول لصحابو: الا وليت ملك شنو غادي تطلبوا مني، شنو غادي نعطيكم؟ يعني الدراري الاخرين كانوا كيبقاو كيضحكوا وكينشطوا. واحد شويه بقى كيبزز عليهم، قال لهم: كنهضر معكم معقول دابا الا وليت خليفه شنو غادي تطلبوا مني؟ قالوا له: شوف السي محمد، انت راه عندك غير حمار، وخليفه راه كيحكم دوله، يعني من المستحيل غادي تولي انت خليفه. بقاو كيضحكوا عليه وقالوا له: انت الشكل ديالك اصلا ماشي ديال الخليفه. قال لهم: علاش الخليفه؟ واش بالشكل ولا غليظ رقيق طويل قصير زوين خايب؟ يعني الخليفه كيكون بدون هاد المواصفات هذه. المهم قالوا له: شوف، بلا ما تضيع وقتك، انت راك من المستحيل غادي تولي خليفه. بقى كيبزز عليهم، قال لهم: نتوما ما خسرتوا والو، الا وليت خليفه شنو غادي تطلبوا مني؟ المهم واحد منهم قال له: شوف، الا وليتي انت خليفه اعطيني بزاف ديال القصور، وايضا اعطيني بزاف ديال الخيول. قال له: شنو اخر؟ قال له: اعطيني 100,000 دينار من الذهب. وشاف عند صاحبه الاخر قال له: وانت شنو غادي نعطيك الا وليت خليفه؟ قال له: شوف السي محمد، بلا ما تضيع وقتك، انت راك من المستحيل غادي تولي خليفه وعندك حمارك، يعني بارك عليك. قال له: انت ما خسرتي والو. بقى كيبزز عليه، قال له: شوف، انت الا وليتي خليفه شدني ركبني على الحمار ورد ليا وجهي اللور، وقول الجنود ديالك يبقاو يتمشاو بيا بالاسواق وبالمدن ويقولوا للناس باش ما يبقاوش يتعاملوا معايا، واللي شديناه كيتعامل معايا غادي نعاقبوه. صافي، ودوزو ديك الليله بالضحك والنشاط. يعني السيد كان كيدوي بصح، يعني عنده طموح وبغى يوصل، يعني يحكم البلد وهو عنده غير حمار. يعني كيفكر كيفاش يدير باش يولي كيحكم ديك الدوله. قال له: اول حاجه، هاد المهنه اللي راني فيها دابا خدام يعني بالحمار، من المستحيل غادي توصلني باش غادي نحكم على هاد الدوله. قال: اول حاجه غادي نديرها هي خصني ندخل السلك ديال الشرطه، ومن بعد فاش نولي شرطي نبقى نترقى حتى نقدر نوصل لشي رتبه، ومن بعد غادي نولي كنحكم هاد الدوله. داكشي اللي دار، مشى دار بدل المهنه ودار مجهود وعطاولو باش يولي شرطي. من بعد كانت عنده واحد القوه، كانت عنده الذكاء، وكيدير شي حوايج اللي ما كيديروهمش الاخرين. بقى كيترقى حتى ولا كيحكم على الشرطه. فاش ولا في هذا المنصب هذا جات الاقدار وتوفى الخليفه ديال ديك الدوله في ذاك الوقت. يعني فاش كيموت الخليفه اللي كيحكم البلاد هو ولده عنده 10 سنين ما يقدرش يحكم. اذا قالوا غادي نجيبوا شي واحد اخر اللي غادي يحكم على من يكبر ولده وهو اللي غادي يشد الحكم.
قالوا غادي نختاروا 3 ديال الناس. جابوا واحد اللي كيحكم على العسكر، وجابوا واحد اللي مسؤول على المال، وجابوا محمد بن ابي عامر. هذا السيد هذا اللي كان عنده الحمار ولا بوليسي، ومن بعد كيترقى حتى ولا الرئيس ديال الشرطه. يعني جابوهم ب3 ولاو هما اللي كيحكموا ديك الدوله. بعد ما دازت شهرين شدوا داك السيد اللي كان مسؤول على الفلوس، لقاوه كيسرق المال ديال الدوله، دخلوه للحبس. اذا بقى الحكم بين محمد بن ابي عامر وهذاك السيد اللي كيحكم على العسكر، يعني اللي كيحكم على الشرطه واللي كيحكم على العسكر، بزوج بيهم. يعني بهاد الزوج جات الايام حتى وصلوا واحد النهار اللي كل واحد كيقول انا اللي غادي نبقى والاخر غادي يتحيد، حتى ولات بيناتهم حرب بالجيوش، الجيش ديال العسكر الجيش ديال الشرطه، وبقاو كيتقاتلوا. في التالي تغلب محمد بن ابي عامر، هاد السيد اللي كان عنده الحمار، ولا خليفه ديال ديك البلاد. مشات الايام وجات الايام حتى لواحد النهار هو يتفكر صحابو اللي كان ساكن معاهم، صيفط الجنود ديالو. فاش مشاو لذاك الغار لقاوهم باقيين موظفين وباقيين كيخدموا على الحمير. جابوهم من القصر ديالو، دخلوا عنده، هو كان جالس مع الوزاره وهذوك اللي كيحكموا. قال لهم واش عقلتوا عليا؟ قالوا ليه وقالوا له انت واش عقلتي علينا؟ قال لهم انا ما كنساش صحابي. بقى كيعاود لذوك الوزاره ودوك الحكام اللي جالسين في القصر، هاد الزوج ديال صحابي كنا خدامين على الحمير، وكنا كنسكنوا في واحد الغار، وكنا كندوزو شي ايامات مزيانه، حتى وصلنا لواحد الليل وقلت ليهم الا وليت خليفه شنو غادي تطلبوا، ولكن بغيت داكشي اللي كانوا طلبوه هما اللي غادي يقولوه دابا. سول هذاك الاول قال له شنو كنتي طلبتي انت؟ قال لي انا طلبت القصور. قال اعطيوه القصور. شنو طلبتي يا اخر؟ قال له طلبت الخيول. قال لهم عطيو له الخيول ديال الاسطبل الفلاني. قال له شنو طلبتي ايضا؟ قال له 100,000 دينار ديال الذهب. قال لهم عطيوه. قال له زيد شنو طلبتي يا اخر؟ قال له صافي داكشي اللي طلبت. قال له شوف راك طلبتي عاد شي حاجه اخرى. عيا ما يفكر، قال له لا هادشي اللي طلبته صافي. قال له درتي مزيان، لو كان طلبتي شي حاجه اخرى وما كنتيش قلتيها لو كان حيت لك كل شيء. هو يشوف عند الاخر وقال له انت شنو طلبتي؟ قال له يا امير المؤمنين هذيك راه قصه فاتت دابا ودازت عليها الايام والسنوات. قال له لا ما داز والو، شنو طلبتي؟ قال له شوف يا امير المؤمنين حنا شاركنا الطعام وكنا مع بعضياتنا وكنا غير كنضحكوا كننشطوا. قال له هادشي ما فيش النشاط، قول لي شنو طلبتي؟ وبقى كيبزز عليه حتى قال له يا امير المؤمنين انا طلبت انك تركبني على الحمار وترد لي الوجه اللور، وغادي يبقاو يقولوا الجنود ديالك هذا نصاب وهذا شفار، واللي لقيناه كيتعامل معاه غادي يتعاقب. قال لهم عطيوه. خوتي هاد القصه هذه عاودتها لكم يعني باش تعرف بان الله كيعطي شي حوايج للناس ما دارولهاش الحساب، وكيحيد شي حوايج للناس ما دارولهاش الحساب. شحال ديال الملوك كان عندهم ملك مشى لهم، وشحال ديال الناس كانوا من الصفر نجحوا في حياتهم. نتمنى لكم كل التوفيق مثل محمد بن ابي عامر. خصكم ديروا بزاف ديال المحاولات باش توصلوا لداكشي اللي بغيتو، وكل انسان ايجابي وعنده طموح غادي يوصل، وكل انسان اللي ديما كيفكر في الفشل غادي يفشل حقا. تبارك الله عليكم اخوتي العزاز، نتمنى ان شاء الله تكون هذه القصه عجبتكم وخذوا من هذه العبره هذه. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو وديروا لايك وخليوا لي شي تعليق، غادي نقرا جميع ديال التعليقات ديالكم. كان معكم خوكم محمد، السلام عليكم.